مكونات اتحاد العاصمة للصعود إلى الملعب في انتظار ذلك. عناصر أولمبيك أسفي ظلت في ملعبها في انتظار دائما المهلة التي منحت للفريق الضيف للصعود وأخذ القرار الأخير لانطلاق اللقاء. فاللي دائما نتكلم عن الصور اللي امامنا. نعم. فالحمد لله الامن المغربي فدائما كياخذوه يعني قدوه. شفنا في كاس العالم بقطر كذلك كاين اخبار عن يعني الاعتماد على الامن المغربي في كاس العالم اللي تقام في 2000 يعني في جوان في 2026. فهذه الاشياء تخلينا دون ان ننسى اولمبياد باريس ايضا مجيده. بالفعل حتى السرعه لانهم رجعت الامور للنصاب ديالها فكانت سرعه يعني باحتواء الوضع. وهذا شيء يعني دائما محسوب للامن المغربي اللي مشكور على انه الهم ديالو الاول هو انه يكون سلامه اللاعبين سلامه الجميع سلامه الجميع كذلك الضيوف. دائما يعني في بعض الصور انه دائما كاينه حمايه ديال الجمهور ديال الاتحاد العاصمه اللي كاين في مدينه اسفي اللي كنتمنى يعني صادق بانه المقابله تكون فيها يعني اتخاذ قرار صعب هو بدايه المباراه. لان انا لمست يعني من خلال الصور اللي كانوا كيوصلوا من اسفي في المراسلات ديال القناه الرياضيه بان كاين واحد عزيمه وواحد اراده ديال اللاعبين ديال فريق اولمبيك اسفي باش كنتكلموا على تاريخ. كنتكلموا على نصف النهائي كاس الكاف. كنتكلموا على حدث كبير جدا. هي قصه اخرى لاولمبيك اسفي اراد ان يكتب حيثياتها يعني من خلال هذا المسار الجيد الذي بدأه منذ أن تأهل الكأس إلى هذه المسابقة بدءا من الدورين التمهيديين إلى هذا الدور الذي بلغه الآن. لأنه شاهد كثيرا أولمبيك آسفي ضحى بالدوري الاحترافي مؤقتا بين قوسين حتى نعم ليتفرغ إلى هذه المسابقة التي بات أو جعل منه غاية وهم كبير لأن يفوز بهذا اللقب. هو قريب جدا وبذلك فهو ينتظر لكتابة التاريخ لكرة القدم المسفي وأيضا لكرة القدم المغربية لينضاف لقب آخر إلى خزينة الألقاب الإفريقية لكرة القدم المغربية. طبعا الكرة المغربية الآن نعم. الكرة المغربية محققة 25 لقب. طبعا هي ثاني بلد إفريقي على مستوى الألقاب. الألقاب والمشاركات تعددت على كثير من المستوى الأقطاب وهذا اللي كيبان بان الكره المغربيه فيها تقدم. حتى القاعده ديال الانديه المغربيه لان تفوز بهذه طبعا كاين مشاركات عده يمتدت. دابا ملي كنهضروا على تقريبا واحد العقد ونصف كنلاحظوا مشاركات متعدده. اتحاد طنجه كنهضروا شاركوا الفات الكوكب كنهضروا على المغرب الفاسي كنهضروا على توارقه طبعا الى غير. بمعنى تعددت المشاركات. الحلم ديال مدينه مثل اسفي وحلم تاريخي طبعا حلم كبر. طبعا هذا الحلم اللي تحقق عبر قفز كثير من الحواجز اللي هي سواء نفسيه رياضيه ثم اولا ماديه الى غيره ثم ايضا التنافس من اجل تحقيق النتائج الى غيره. الى بقينا ماشيين في مسار تحقيق هذا الحلم. هذا الحلم هذا ليس قائم مشروع الى غيره. جميع المكونات استعدت له. طبعا كل المكونات تداخلت في المدينه من اجل وفي المغرب من اجل مساعده اولمبيك اسفي من اجل تحقيق هذا الحلم. الان كنتمنوا ان القرارات تكون قرارات رياضيه. انت تحدثت على ما هو رياضي. القرار يكون رياضي وعقلاني ويحكم شويه ديال الحكمه والذكاء طبعا من اجل التبصر والبعد الاستراتيجي الى غيره. لانه اولمبيك اسفي هو مستعد لهذه المباراه. طبعا مستعد للمقابله المستعد لانهاء المقابله. الان كنتسناو قرار اخر نتمنوا انه يكون قرار رياضي أكيد. طبعا في موازاه القرار الحاسم اللي هو قرار رياضي ديال اولمبيك اسفي انه ياخذ المباراه. اكيد في انتظار ذلك وهذا هو همنا كاملين يعني كمتتبعين كمغاربه لان نتابع هذا الفريق وهو يتالق في هذه المسابقه ليواصل المشوار والمغامره الافريقيه التي دخل لاول مره في تاريخ مجيد الخان. ما بغيناهاش ننتهي هكذا. لا ان شاء الله ما تنتهيش. نشوفوا ان شاء الله اولمبيك اسفي في النهائي لانهم تقنيا وبدنيا ودينيا فهم مستعدين وجاهزين.
اولمبيك اسفي كانت اول مشاركه لي في كاس العربيه كما تكلمنا يعني كنظن في 2005. الان كاين واحد المسار يعني ديال فريق يعني رغم انه يعني لي زوبجيكتيف ديالو ما كيكون يعني واضحين في الموسم، ولكن كل موسم كما كنا كيعطينا لاعبين اللي ممتازين اللي لعبوا في يعني الانديه اللي هي كبيره. في هذا الموسم يعني كان لوبجيكتيف هو انه بعيدا في الكاس الكونفدرالي الافريقي، وبان منذ دور المجموعات واللي لمسناه من داخل المجموعه انه رغم كما تكلمنا ما كانش واحد التوازن من ناحيه نتائج ايجابيه ما بين البطوله الوطنيه وكاس الكونفدراليه، ولكن يعني في الكاس الكونفدراليه يعني صراحه مع زكريا كيفاش انهم مروا دور المجموعات رغم ان المقابلات كانت أزف كبيره. لك الخبر او اخر الاخبار التي تصلنا للتو لاننا نتابع كل لحظه بلحظه حسب المنظمين، فهذه المباراة ستنطلق في حدود 29 دقيقة محسن. وهذا هو المؤشرات الخيرية. هذه مؤشرات كنا كنتمناو ان المقابلة تلعب، لان المقابلة الهدف هو انه هذه المقابلة معلنة الان رسميا عبر قنواتنا اكيد. مباراة اولمبيك اسفي واتحاد العاصمة ستنطلق ابتداء من الساعة 29 دقيقة. جيد ان المقابله ترجع وتلعب في اجواء طبعا كتقطع مع ما حدث طبعا، وكتكرس القيم ديال الرياضه، لان دائما في المغرب حنا كنبنيو مشاريع رياضيه، كنبنيو الرياضه على اسس هذه القيم وكنكونوا على اساس هذه القيم. اللي جيد جدا ان هناك تجارب، والاخ مجيد كان كيتحدث على اولمبيك اسفي، كاين واحد المجموعه اللاعبين اللي خصنا نعرفوا انهم عندهم تجارب، ماشي ما عندوش تجربه اسفي كفريق ممكن، ولكن كافراد كاين تجارب. كاين اللاعبين اللي يلعبوا في الوداد، كاين اللي يلعبوا في الرجاء، كاين اللي يلعبوا في الجيش، بوشقالي في الجيش، النجار يلعب مع الرجاء، مطيع في الوداد، المدن في الوداد، فرحاني الجزائري لعب كثير هذه المسابقه، لعب كثيرا هذه المسابقه نفسه طبعا. وكاين اسس ديال ان المقابله تكون في واحد المستوى عالي. طيب غير الاشاره فقط لان التوقيت الموضوع امامنا الان لانطلاق هذه المباراه هو جيمتين بطبيعه الحال، حنا زائد واحد. غير الاشاره فقط هو التوقيت اللي تعطى الان في انتظار الصعود وعوده الاتحاد العاصمه الى ارضيه الميدان. دون انسى ذلك في حال امتنع اتحاد العاصمه لخوض هذه المباراة او لتمكينه من التسخينات، لان 20 دقيقة كافية، لان كنشاهدوا العناصر ديال اتحاد العاصمة في ممر الملعب. نتمنى ان يعود هذا الفريق لاجراء الحصة الإحمائية وخوض هذا اللقاء. بالفعل فهنا كنشوفوا انه كاين تاخر ديال ساعة و20 دقيقة، ولكن يعني دائما كيبقى الحكم كيعطي وقت للتسخينات، وكذلك الحكم كيقوم بالتسخينات ديالو، لان الحكم تا هو قبل من المباراه ب 45 دقيقه كيصعد للملعب، تا هو عنده فتره احمائيه. نفس الشيء بالنسبه الان اللاعبين كنشوفوهم انهم كيصعدوا فريق اتحاد العاصمه الان كيدخلوا للملعب، اذا امامهم 20 دقيقه بالفعل. كنظن انه في الممر المؤدي الى مستودع الملابس فغيكونوا كيقوموا يعني ببعض الحركات لاحمائيه او جميل ان تنطلق الامور، يعني نطوي ما وقع اكيد، نطوي ما وقع. المباراه هي اللي غتطوي، المباراه طويله صح. لان اولمبيك اسفي ولا الاتحاد العاصمه الان هم في داخل الميدان، سيأخذون بطبيعة الحال الحصة الإحمائية أمامهم 20 دقيقة بطبيعة الحال، هي المدة التي منح حكم اللقاء إلى الفريقين معا قبل الانطلاق الرسمي لإياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. أولمبيك أسفي أكيد يبحث عن التاريخ، يبحث عن كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المسفيوية، ويدخل هذه المسابقة من أبوابها الواسعة. بدأ جيدا ويريد أن ينهيها أيضا بطريقة جيدة. الحكام حكام المباراة بابتسام الفترة الإحمائية ديالهم شنو يستفيدوا منها؟ يعني الأمور عادت إلى نصابها، اتخذ الطرف الأخير. محسن، العودة إلى ما هو رياضي هذا هو الأساس، لأن والعود أحمد في هذا الجانب هذا.
طبعا المقابله هي مقابله كيعولوا عليها كثيرا اولمبيك اسفي، لان ليس كتابه التاريخ فقط والى غيره، ولكن كتابه الدخول الى تاريخ معاصر في تاريخ النادي. طيب نبقاو في جانب اهم جدا في مثل هكذا ظروف، العامل الذهني مهم جدا. لاحظنا في محيا لاعبي اتحاد العاصمه بداوا عليهم الاصرار، الثقه، الراحه النفسيه. أولمبيك اسفي مطلوب منه الآن أن يحضر نفسه بشكل جيد ذهنيا ونحن نتحدث. هذا اللي تكلمت عليه. نرجع معك لضربة الجزاء ديال دياز ولك التوقف راه اثر عليه ذهنيا، فهذا شيء عادي لانه كتكون واحد فتره توقف، اللاعب كيولي يفكر في عده اشياء، يعني ما كتبقاش هذيك المباراه اللي انت كتخوضها يعني من بعد دقائق، وليتي دابا الان في ساعه و20 دقيقه. هذاك الشيء قلنا كنا خصو الدور ديال الطاقم التقني خصو يبقى قراب يعني من اللاعبين، دائما التنبيه ديالهم يعني شيء جميل انهم بقاو اللاعبين في وسط الميدان، بقاو انهم كيلمسوا الكره، بقاو هذيك التمريرات الطويله باش انه يعني يبقاو في الاجواء ديال المباراه. ولكن في هذه اللحظه يعني قبل ما تبدا المباراه ب5 دقائق ولا خاص المدرب يتكلم مع اللاعبين باش انهم يوضعهم يحضرهم. كذلك في لو سوجي فاش انهم عندنا مقابله ديال نصف نهائي. هاد الظروف اللي شفنا خصها تنسى الان، خصنا نفكروا يعني في المباراه ديال كره القدم في البدايه، في صافره البدايه هذاك يكون تذكير بهذيك الاشياء التكتيكيه اللي طالبه منهم المدرب باش انه اللاعبين يدخلوا منذ البدايه عازمين على تحقيق نتيجه ايجابيه ويفرحوا الجمهور المسفيوي اللي حاضر في الميدان او الجمهور المغربي اللي كيتفرج عبر الشاشه الرياضيه. على اي فالمباراه تاخرت، لكن الآن الأمور هكذا تبدو. استعدادات الفريقين معا حتى طاقم التحكيم يعود ليجري الحصة الإحمائية أيضا بعدما بذل مجهوده بكل شيء